أهلا بيكم. لو سألتك محمد صلاح بيلعب إيه هتقول لي رايت وينج. طب وفينيسيوس جونيور هتقول لي ليفت وينج. طب ليه صلاح هداف دوري تاريخي وفينيسيوس صانع لعب ومهاري أكتر؟ الحقيقة إن في مصطلح تكتيكي بقى بيفرق بين الاتنين دول تماما. واحد اسمه وينج أو جناح تقليدي، والتاني اسمه وايد ناين أو مهاجم وهمي على الطرف. النهارده هنفك الشفرة دي وهنعرف ليه المدربين دلوقتي ما بقوش يدوروا على وينجات بتجري على الخط. جهز قهوتك واعمل لايك ومتابعة ويلا بينا نخش في التفاصيل. خلينا نعرف يعني ايه كلاسيك وينجر اصلا. بص يا سيدي، الوينج التقليدي هو ابن الخط، وظيفته الأساسية هي العرضيات. يفضل فاتح الملعب لآخر نقطة، يستلم الكورة، يرقص الباك ويرفع عرضية للمهاجم. كل مقوماته السرعة والأوفرات، بيعتمد على السباقات الطويلة على الخط دايما. لو حبينا نضرب أمثلة هنلاقي زمان كان لويس فيجو، ودلوقتي وينجات زي نيكو ويليامز أو ديمبلي في حالات كتير. ده لاعب خادم للمنظومة، بيصنع فرص أكتر ما بيسجل. لكن ظهر حديثا ما يسمى بالجناح المهاجم أو الوايد ناين. هنا بقى اللعبة اتغيرت. الوايد ناين أصلا مهاجم بس متوظف على الطرف. هو مش عايز يرفع عرضية، هو عايز يضم لمنطقة الجزاء ويبقى مهاجم تاني مميز جدا في الإنهاء. تلاقيه دايما هو اللي بيسجل الأهداف وبيتحرك دايما في الهاف سبيس. صلاح هو المثال الأكبر للوايد ناين. صلاح ما بيقفش على الخط يرقص، صلاح بيتحرك في ظهر المدافعين عشان يستلم ويسجل. ببساطة الوينج الكلاسيكي بيشتغل لبره عشان يرفع، أما الوايد ناين بيشتغل لجوه عشان يسجل الأهداف. السؤال ليه دلوقتي المدربين بيفضلوا الوايد ناين عن الكلاسيك وينجر؟ الكرة الحديثة بقت مرسومة للوايد ناين بالملي. لما المهاجم الصريح رقم 9 بينزل بيسحب معاه المدافعين لتحت، وهنا بتفضى شوارع في دفاعات المنافس. في اللحظة دي بيظهر الوايد ناين وبيخترق الدفاع ويسجل الأهداف. تكتيك يورجن كلوب مع ليفربول كان معتمد كليا على الفكرة دي. فيرمينيو ينزل لتحت وصلاح وماني يتحركوا في العمق ويسجلوا الأهداف. في الآخر مفيش مركز أحسن من التاني. الفكرة فلسفة المدير الفني إيه؟ لو عايز عرضيات ودلع هتجيب وينجر، لو عايز أهداف وجلد للمدافعين هتجيب وايد ناين. قول لي بقى في الكومنتات انت بتفضل مين أكتر؟ الجناح الحريف اللي بيمتعك بمهاراته ولا الهداف اللي بيخلص الماتش بلمسه؟ ولو عجبتك الفكرة ما تنساش متابعة، لايك، شير عشان يوصل لك كل جديد. سلام.